بص، كل قرار بتاخده وراه قرار تاني انت ما خدتوش. هتقول لي ايه يا عم الكلام ده؟ الغريب بقى ان اللي بيغير حياتك مش دايما بيكون اللي انت عملته، لكن احيانا بيكون اللي انت تخليت عنه، اللي انت سبته هو اللي رسم طريقك للنجاح. ده اسمه بقى ايه؟ تكلفة الفرصة البديلة او الاوبورتيونيتي كوست. يعني لما تختار حاجة بتكون في نفس الوقت بتنازل عن حاجة تانية. يعني مثلا لو عندك ساعة فاضية في يومك تقدر تنام، تقدر تقعد على الموبايل تلعب بالتليفون، وتقدر كمان تقضيها في شغل إضافي، وتقدر كمان تروح الجيم، وتقدر تاخد فيها كورس. الاختيار ده بتاع مين؟ بتاعك انت. بس في اختيار يطلعك لفوق، وفي اختيار يخليك واقف مكانك أو يرجعك خطوات لورا. كل دقيقة في حياتك لها قيمة وثمن، يا تكسبه يا هتدفعه. ستيفن كوفي قال لنا ايه؟ الأهم يسبق المهم. يعني قبل ما تختار اسأل نفسك ايه اللي هستفيده وايه اللي هفقده من الاختيار بتاعي ده. في اوقات الاختيار الصح مش اللي بيفرحك دلوقتي يبقى هو افضل حاجة، انما اللي هيبني لك مستقبل لبكرة هو ده اللي هيفرق معاك. النجاح مش بس انك تشتغل، انما تشتغل في اللي يستاهل انك تشتغله واللي يعمل معاك فرق. بس كده.